السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها طبعا عن النادي الأهلي وباقي الأندية المصرية. أول موضوع معانا هنتكلم فيه قبل ما ندخل في الحلقة، هنتكلم عن موضوع جماهير الإسماعيلي وجماهير النادي الأهلي. في ماتش الإسماعيلي والأهلي بعد الهدف الثاني للنادي الأهلي، جماهير الإسماعيلي طبعا خرجت من الماتش وسابت الماتش خالص، وقالت شتمت على الأهلي وقالت باللفظ عيلة صالح عيلة وسخة والأهلوية ولاد وسخة. ده الكلام اللي اتقال بالظبط، وآسف على هذه الألفاظ، ولكن هو ده الكلام اللي اتقال عشان ما افضلش ألف وادور حوالي منك، عشان تبقى سمعت الكلام اللي اتقال. جماهير النادي الأهلي طبعا محدش هيشتمك، ده ماتش كورة ولعب كورة، محدش هيشتمك، وجماهير الأهلي كلها ردت السباب الجماعي. طبعا جماهير النادي الأهلي وجماهير الإسماعيلي الاتنين هيتعاقبوا على الموضوع ده. العقوبة هتكون اللي كانوا موجودين في ماتش الأهلي والإسماعيلي هيتحرموا ماتشين من حضور المباراة، إن كان جماهير الأهلي أو جماهير الإسماعيلي، و20,000 جنيه غرامة على نادي الإسماعيلي وعلى النادي الأهلي. في موضوع تاني بتاع اللاعب عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي امبارح خرج على الولد الصغير اللي هو كان بيلم الكرات من بره، عايز يتهجم عليه وعايز يضربه. طيب المفروض رابطة الأندية هنا بقى تعمل ايه؟ هتعتبر الولد الصغير ده عنصر من عناصر اللعبة ومنظم من منظمي المباراة، ولا كأنها ما شافتش حاجة؟ المفروض السلوك الغير رياضي في هذه الحالة، اللاعب يعاقب من مباراتي أو 4، وغرامة مالية على اللاعب بسبب السلوك الغير رياضي. طبعا رابطة الأندية كأنها ما شافتش حاجة ومش هتعاقب اللاعب على الموضوع ده، والأيام اللي جاية هنشوف إيه اللي هيحصل في الموضوع ده. ولكن أنا بقول لك رابطة الأندية كأنها ما شافتش حاجة في الموضوع ده، ولكن المفروض إن اللاعب يعاقب على هذا السلوك الغير رياضي. الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا يعلن استبعاد إمام عاشور ويضم مكانه اللاعب البديل أحمد نبيل كوكا، اللاعب اللي نزل في مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي وقدم مستوى رائع. اللاعب كان من أحد نجوم مباراة الأهلي والإسماعيلي وانضم إلى المنتخب المصري، وأول مرة اللاعب أحمد نبيل كوكا ينضم إلى المنتخب المصري الأول. إمام عاشور عمل إيه لما أحمد نبيل كوكا انضم للمنتخب؟ الراجل لا تعصب ولا تنرفز زي ما كان مع الأندية الأخرى ولا الكلام ده كله. الراجل بعت صورة بصورة أحمد نبيل كوكا على الصفحة الشخصية بتاعته وكتب لسه مستني منك الكتير وربنا يوفقك يا حبيبي. طيب طبعا تصرف نبيل من إمام عاشور ومشجع في نفس الوقت لأحمد نبيل كوكا، وأحمد نبيل كوكا المفروض اللاعب ياخد فرصة مع النادي الأهلي بالنسبة للمشاركات، إن هو يشارك وقت أكبر من كده عشان ياخد فرصته. اللاعب ده هيبقى إضافة قوية للأهلي مع مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد مجدي قفشة في وسط ملعب النادي الأهلي. سيكون وسط جبار، سيكون وسط ملعب النادي الأهلي قوي جدا. تعال نروح على إصابة إمام عاشور والتقرير النهائي لإصابة إمام عاشور. كدمة في منتصف ساق القدم وكدمة في قصبة القدم، يعني إمام عاشور عنده إصابتين، واحدة في منتصف ساق القدم وواحدة في قصبة مشط الرجل، يعني اللاعب عنده إصابتين. التقرير بتاع الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي
يعلن عن إصابة لإمام عاشور في تمزق في أربطة الكاحل. يعني إمام عاشور عنده إصابة في تمزق في أربطة الكاحل. وأكد الطبيب أحمد جاب الله بغياب إمام عاشور من 7 أيام إلى 10 أيام، وعودته مرة أخرى لتدريبات النادي الأهلي. إن شاء الله اللاعب هيكون متواجد مع الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر. صفقات الزمالك في يناير القادم. طبعا المرشحون لإدارة نادي الزمالك وعلى رأسهم حسين لبيب عايز يضم مجموعة من اللاعبة لنادي الزمالك، وهم: 1. ناصر ماهر لاعب فيوتشر، محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش، وأشرف بن شرقي لاعب الريان القطري، وطارق حامد لاعب دمق السعودي، ومحمد حمدي لاعب إنبي، وعمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد طبعا اللاعب أنهى وجهته إن هو عايز إن لو هينتقل من الفريق بتاعه هتكون الأولوية إلى النادي الأهلي. يعني الموضوع ده بنسبة 85% منتهي. لو عمر كمال عبد الواحد انتقل من الفريق بتاعه هيروح النادي الأهلي. المعسكر بتاع منتخب مصر هيقام من يوم 9 أكتوبر وينتهي 17 أكتوبر. منتخب مصر هيلعب ماتشين: ماتش أمام زامبيا وماتش أمام الجزائر. في صحف جزائرية اتكلمت على عدم لعب هذه المباراة الودية، ولكن مفيش كلام أكيد. الصحف بتقول إمكانية إلغاء مباراة مصر والجزائر الودية، بس لسه مفيش كلام أكيد. يعني ممكن بنسبة 50% مباراة مصر والجزائر تتلغي، وده يكون أفضل بالنسبة للنادي الأهلي علشان يسترجع اللاعيبة الدوليين بتاعته قبل خوض مباراة سيمبا. القنوات اللي هتنقل بطولة السوبر الإفريقي: أعلنت رسميا قناة أبو ظبي المفتوحة القناة الأولى على نقل مباريات السوبر الإفريقي يوم 20 الأهلي وسيمبا التنزاني الساعة 6. يوم 21 بترو رواندا أتلتيكو وصن داونز الساعة 6:30. وأيضا يوم 21 تيبي مازيمبي والترجي الساعة 4. يوم 22 أنيمبا والوداد المغربي. يوم 24 الأهلي وسيمبا التنزاني الساعة 5 مباراة إياب. والساعة 8 مساء صن داونز وبترو رواندا. يوم 25 الترجي وتيبي مازيمبي وأنيمبا النيجيري والوداد المغربي الساعة 5 مباراة الترجي وتيبي مازيمبي. والساعة 9 الوداد وأنيمبا النيجيري يوم 25. نادي الزمالك يعلن بشكل رسميا بشكوى ضد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي من أجل الحجز على ممتلكات وأرصدة كهربا من أجل الغرامة الموقعة على اللاعب 400 ألف دولار. طيب الشكوى ديت مش هتفيدهم بحاجة، ولا هيقدروا يحجزوا على ممتلكات كهربا، ولا هيقدروا يوقفوا كهربا من اللعب، ومش هيستفادوا بحاجة. لو كانوا هيحجزوا على كهربا كانوا يعرفوا يحجزوا عليه من زمان. القضية كده هتمتد في المحكمة، مش هتاخد أقل من سنة، والخسران في الموضوع ده هو نادي الزمالك. مباراة منتخب مصر الأولى أمام زامبيا هتذاع على قنوات أون تايم سبورت. هتكون المباراة ديت على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية. يعني أول مباراة لمنتخب مصر أمام زامبيا هتكون يوم 12 أكتوبر. طبعا زي ما انتم عارفين، زي ما قلت لكم، مباراة الجزائر احتمال ما تتلعبش، احتمال تلغى هذه المباراة، بس الموضوع ده مش أكيد. الأخبار دي أخبار
جزائرية، صحف جزائرية هي اللي اتكلمت عن إمكانية إلغاء مباراة مصر والجزائر الودية، ولكن الموضوع لم يحسم بعد. من هنا يا إخواتي وحبايبي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسوش تعملوا اللايك، ولو مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.